اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نزلت السوق لقيت الطماطم رخيصة، جبتها وعملت منها أجدع صلصة طماطم هتكفيني لشهر رمضان إن شاء الله. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشجعوني بلايك جميل منكم للفيديو ده علشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نبدأ على طول. في البداية هحتاج ل6 كيلو من الطماطم. ممكن تقللي الكمية دي لو تحبي، بس أنا دايما بعملها كده. بجيب 6 كيلو طماطم، بغسلهم كويس جدا جدا وأقطعهم مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين. هحتاج برضو لحبتين من البطاطس، اقطعهم مكعبات بردك زي ما انتوا شايفين كده، وحبتين من البنجر اقطعهم بردك مكعبات. بحط بقى الطماطم كلها في حلة كبيرة زي ما انتوا شايفين، بعدين بننزل عليها بالطماطم والبنجر. وما تقلقوش من شكل الحلة، كل الطماطم دي حجمها هيقل بمجرد انها تبدأ في مرحلة الغليان. هنديهم رشة خفيفة كده من الملح، بعد كده هنرفعهم على النار ونسيبهم لمدة نص ساعة مع التقليب طبعا كل شوية. زي ما انتوا بقى ملاحظين حبايبي، ابتدت كمية الطماطم تنزل لتحت في الحلة مع الغليان، وابتدت الطماطم تتهري كده والجلد بتاعها يفصل عن اللحم. هنديها تقليبة كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هنطفي على الحلة وهنسيبها لحد لما تبرد تماما. بعد ما الطماطم بردت هنبدأ ناخد شوية شوية ونحطهم في الخلاط ونفضيهم في حلة. لو عندنا هاند بلندر ممكن نضرب الكمية كلها في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما ضربت الطماطم وخليتها ناعمة جدا جدا، فضيتها في طبق تاني. حطيت بقى مصفى على الحلة وهبدأ أنزل بالطماطم وأصفيها كويس جدا جدا لحد ما أخلص كل الكمية دي. الطماطم كلها بعد ما صفيتها رفعتها على نار متوسطة، ونزلت عليها بمعلقتين كبار من عصير الليمون، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من البابريكا، ومعلقتين صغيرين من الملح. هنديهم بقى تقليبة كلهم كده مع بعضهم، وهنسيب الصلصة على نار متوسطة لحد ما تاخد غلوة. بعد كده نطفي عليها. أول ما صلصة الطماطم تاخد غلوة زي ما انتوا شايفين هنطفي عليها النار ونسيبها تبرد تماما. بعد كده نبدأ نعبيها في البرطمانات. دي البرطمانات اللي هعبي فيها صلصة الطماطم. لازم نكون معقمينها كويس جدا جدا وغسلينها كويس. بعد كده هنحط فيهم شوية خل وهنعقمهم زي ما قلتلكوا، ونمسحهم كويس بعد كده بفوطة مطبخ. حطيت بعد كده صلصة الطماطم في شفشق علشان اقدر اصبها في البرطمانات بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، ادتني كميات كبيرة جدا جدا اللهم بارك. البرطمانات دي حجمها كبير جدا جدا. البرطمانين اللي ورا دول حجمهم حوالي كيلو ونص، والبرطمان اللي في النص ده حجمه حوالي كيلو. ده غير البرطمانات اللي قدامهم، يعني ما شاء الله طلعنا حوالي 5 كيلو من صلصة الطماطم. تخيلوا حبايبي ان البرطمان الواحد من البرطمانات اللي قدامكم ديت تمنه كام؟ تمنه 20 جنيه في السوبر ماركت، وانا جايبة 6 كيلو كلهم ب36 جنيه. وعملت كل الكمية دي، يعني توفير التوفير. لو حسبنا دول بسعر بره هيطلع رقم هنتخض منه كلنا. طبعا الكمية دي هتكفينا لحد شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين. نيجي بقى لأهم خطوة، وهي طريقة حفظ صلصة الطماطم. بنجيب البرطمان بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وبنغطيه كويس جدا جدا، وبنقلبه على القاعدة بتاعته زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، كده بحيث ان يفرغ الهواء من جوه، وبالتالي مش هيدخله اي هواء من جوه. وده طبعا بيحافظ عليه اطول فترة في التلاجة.
ده قوام الصلصة ما شاء الله، قوام الصلصة ممتاز جدا جدا، ولسه طبعا هيتقل تاني لما يدخل التلاجة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير في كل مكان علشان الكل يلحق يجيب الطماطم من السوق وهي رخيصة، ونعمل كل كمية الصلصة الخطيرة دي مع بعض ونخزنها عندنا، لأنها أكيد هتنفعنا في الشهور الجاية، خصوصا في شهر رمضان المبارك. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.